يلا بينا نحضر ماتش جماهيري حلو بين الاهلي والاتحاد. جمهور الاهلي اول حاجه عملها مس على الزمالك. وده شكل جمهور الاتحاد اللي موجود النهارده. بدأ الماتش وعلى طول الاهلي بيجيب الجون الاول من بن شرقي عن طريق اسيست جامد من زيزو. 30 دقيقه من الشوط الاول الاهلي ليه هجمتين والاتحاد ليه هجمه برده خطر، فتحس ان الماتش رايح جاي ولسه حتى الان ما اتحسمش. كرة خطر قوي للاتحاد في الدقيقة 40 خلت الراجل مدرب الاهلي الجديد ده كان بيتنطط على الخط. خلص الشوط الاول 1-0 للاهلي، نتيجة مش مطمئنة اطلاقا، خصوصا ان الاتحاد كان كويس وخطر كمان في الشوط الاول. الشوط الثاني بادئ اهدى بكتير من الشوط الاول، يعني احنا في الدقيقة 60 لحد دلوقتي مفيش اي هجمات خطر نهائي. يعني الحكم في الدقيقة برده 60 كده رايح يشوف الفار، بس احنا مش عارفين ليه، غالبا في ضربة جزاء او الكرة لمست ايد حد في منطقة الاتحاد. يا ترى هيحسب ولا مش هيحسب؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء للاهلي، وكانت باين ان هي لمست ايده غالبا يعني. انا ما اعرفش الشبكه فيها ايه ولا مقطوعه ولا بن شرقي بيتفائل بالموضوع ده، بس غالبا كان في حاجه في الشبكه يعني. التاني للاهلي، كنت اتوقع الكوره بس زيزو كان حاططها بقوه فما قدرش يجيبها. ما كانش زيزو اللي جابها على طول من الفاول، المفروض كان ياسين مرعي يجيبها لما خبطت في وشه، بس حظ الاهلي وقعش فيها. ولد يا ولد يا ولد، الجول الاول الاتحاد حلو جدا جدا جدا، هيكهرب الماتش. طرد للاهلي في الدقيقه 77، الماتش ممكن يتقلب حالا. وادي عندك كمان عدد واحد طرد للاتحاد بعد ما كان الاتحاد هيبقى متفوق على الاهلي في اخر 5 دقائق، الروس تساوي. ست دقايق وقت بدل ضيع وقت كبير، الاهلي ممكن يجيب فيه الثالث والاتحاد ممكن يتعادل فيه. خلص الماتش 2-1، الاهلي كان المفروض يسهلها على نفسه اكتر من كده وكان يجيب الثالث ويريح نفسه، بس كان مهم جدا ان الاهلي يكسب ماتش زي ده، لان ده اول ظهور لترب قدام جمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي اكيد مش هيعدي الماتش عادي، كسب 2-1 فلازم يمثل.